ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا الحمد لله على التلاتة بونت وعلى الاداء اللي بتاع النهارده، على الماتش اللي حصل. كان في كام غلطة في التشكيلة ووقعوا قلبنا في الشوط الاول يعني، بس الحمد لله اداء ونتيجة يعني. ما فيش اكتر من كده على المستوى اللعيبه اللي عندنا دي يعني. الحمد لله. المصري طبعا، المصري جامد قوي. فريق برضو بينافس، مش فريق سهل برضو زي اي فرق. اللي مجنني بقى اللي احنا نخسر من وادي دجله، نيجي نكسب المصري 3، يعني ما تكسبهاش مثلا واحد، لا انت بتكسبها 3-0، اللي هو اصلا لو اكتر المحظوظين مش هتوقع النتيجه دي خالص. بجد بجد صعبة، بس الحمد لله الماتش عدى على خير. تعالى بقى نتكلم شوية في الماتش. بمعنى، انت يا عم فيريرا، انت اول ما قلت في المؤتمر الصحفي في اول ماتش خالص، انت قلت انت ما بتحبش التشكيلة تبقى ثابتة عشان الفرق ما تحفظهاش. صح؟ مش ده كلامك؟ جيت انت كل ماتش بنفس التشكيلة، كل ماتش بنفس التشكيلة، نفس الأربعة تلاتة تلاتة، أربعة تلاتة تلاتة، ما بيتغيرهاش. الفيرود الدباغ اللي هيشلنا، هو الجون اللي جابه يعني. مش عارف يعني، هو الحمد لله اللي هو جابه، بس هو يعني تعبان قوي يا جدعان، تعبان قوي 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 ويشل البني آدم الصراحة. فاهم؟ انت بدأت بخطتك، بدأت بإيه؟ بدأت حسام عبد المجيد واسماعيل، عندك بنتايج وعندك عمر جابر وصبحي طبعا، يعني مفيش كلام عليه. تعالى بقى قبل ما نكمل بقيه تشكيله نص الملعب، نقف هنا شويه. شفت اسماعيل النهارده عندك عمل ازاي؟ اول باص غلط فيه اللي طلعها ماشي اوت. تاني باص اللي هو لعبها للدباغ، عشان الدباغ طبعا نايم في الاوفسايد خالص. ماشي، دي هنعتبرها ماشي غلطه من اسماعيل. اتفرج بقى على الولد وثقته في نفسه، وواقف على الكوره وما بيخافش ازاي. بجد الولا ده يعني الحمد لله ده كده مكسب لينا يعني، وبشرة خير اللي هو الولد ده كويس اسماعيل ده، ويا رب يكمل على كده ويبقى فيه احسن واحسن باذن الله. وعندك برضو صلاح مصدق كويس، مع انه كان السنه اللي فاتت برضو الاول كام ماتش ليه غرقنا، بس كان كوارث برضو شويه، بس الولد كويس. وعندك كده يعني يعتبر في الدفاع، في قلب الدفاع انت كده مش محتاج حاجه تاني. فاهم؟ الونش يعني مش عارف الصراحه، مع انه راح منتخب مصر وكده، بس انا مش مقتنع بيه الفتره دي. وحسام عبد المجيد هو يعني بالنسبه لي هو رقم واحد. قدم بقى نص الملعب. نص الملعب، انت لما دونجا رجع لك انت عرفت تمسك كوره، بعيد بقى عن الهبل اللي بيعمله، الغلطات اللي بيعملها وكده، بس الولا في نص الملعب بيلعب ستة صايع. عيل صايع، اقسم بالله صايع. بص، انت مفهومك عن المركز ده، انت مش عايزه اللي هو يطلع لك، لا يطلع ثرو، ولا مثلا اللي هو يعمل لك تحولات من الملعب، من الوينج ده للوينج ده، ولا هو مثلا يجيب لك جوال. لا، انت مش عايز منه حاجه خالص غير اللي هو يقطع كوره. ستة ده انا بالنسبه لي انا كفكري انا، اللي هو يقطع كوره ويعرف يديها نص الملعب، اللي هو يديها نص الملعب التاني عشان يعرف يكمله. لو في كوره عرضيه طويله يعرف يطلعها، يعرف يطلعها. فاهم؟ لونجا بيعرف ينزل كويس قوي ما بين المدافعين، بيعرف ينزل كويس قوي قوي بين المدافعين، وبيدي اريحيه لحسام عبد المجيد، اللي هو لو اي عرضيه بيعرف يحط براسه. تمام؟ فانت لونجا بيديك اريحيه، اللي انت اصلا قلبين الدفاع اللي هم اصلا اطول اتنين بيعرفوا يحطوا براسهم، يديهم ارتياحيه اللي هم يطلعوا جوه ال 18 بتاع الفريق المنافس. ماشي. عندك عبد الله السعيد ده بقى ركنه على جنب، عشان عبد الله السعيد ده انت لو قعدت تقول فيه اشعار اشعار، اقسم بالله عايز من هنا للسنه الجايه. ماشي. ناصر ماهر يعني الماتش النهارده حلو حلو حلو. رجعت تاني، فقت من الغلطه اللي انت وديتنا في داهيه فيها من وادي دجله. اكيد حد اتكلم معاك، ولا انت فقت لنفسك؟ انت مش صغير يعني. فماتش النهارده حلو. خلصنا من نص الملعب. انا مش عايز اتكلم عن عبد الله السعيد الصراحه، عشان عبد الله السعيد ده هو بالنسبه لي نجم الماتش وعالمي عالمي. وبالذات في اخر الماتش بينزل بيستلم الكوره. انت لو هتلاحظ في اخر الماتش بينزل بيستلم الكوره، هو اللي بيعرف يطلع الفريق. انت من غيره اصلا يعني، انت لما كنت 1-0، لما كنت لسه 1-0 مش عارفين تطلعوا الكوره.
احنا لو كنا فضلنا 1-0 كده كنا ممكن نخسر او كنا ممكن نتعادل. انت مش عارف تطلع بالكوره، مش عارف توصل لبزيرة الكوره، ولا مش عارف توصل لفيرود الكوره، مش عارف تطلع بالكوره قدام اصلا. كان مين اللي بيطلعك بالكوره؟ مين اللي بيعرف يقف على الكوره؟ مين اللي بيعرف يطلعها؟ مين؟ مفيش غير عبد الله السعيد. ناصر ماهر اصلا عايز الكوره تجيله، ما فيهوش صحه اللي هو ينزل ويطلع بيها ويطلع الفريق وكده. هو اصلا ما بياخد الكره في رجله عايز يلم واحد وعايز يلم التاني، عامه بيبوظيها عايز ياخد ال1 2، يعني ما فيش قوي، ما عندوش اللي هو الدفاع شويه. عبد الله السعيد بسم الله ما شاء الله عليه بينزل بياخد الكوره من قلبين الدفاع. لو تروح زي بياخد الكوره من قلبين الدفاع بيفضل يطلع بيها 1 2 1 2 1 2 1 2 كده لحد اصلا ما بيوصل معاك لحد ال 18 بتاع الفريق المنافس، وبيكمل معاك لحد الفريق المنافس، وبيعرف يلعب، بيعرف يطلع الهوف ده، بيعرف يطلع الهوف ده، بيدي سرعات للفيرود بسم الله ما شاء الله. اللي هو يا جدعان عبد الله السعيد ده والله ما يعني مش انا اللي اتكلم عليه، يعني ده عالمي عالمي اقسم بالله عالمي. وانا فرحت قوي الجون اللي هو جايبه ده النهارده. تعالى بقى انت، انا مش مقتنع تماما بدماغ فيريرا دي. حد ده فيريرا ده حد يدخل كده جان جوه دماغه يفهمنا هو بيفكر في ايه لما يلعب ادم كايد ويلعب الدباغ. انت حرفيا بتلعب باتنين عصافير، اقسم بالله اتنين عصافير كده. ادم كايد ولا ايه، ادم كايد ما بيلعبش هاف، انت بتجيبه هاف ما بيعرفش. عندي واحد لو قاعد عايز ياخد الكوره يفضل يرجع بيها يبوظي، عايز ياخد الكوره مثلا يبوظي في النص بعيد بقى عن السرور اللي هو عمله اصلا. هو اصلا جت معاه كده صدفه تمام، بس حرفيا حرام والله العظيم حرام اللي بيحصل ده. انت عندك الولد بره احمد شريف اول ما نزل بسم الله ما شاء الله رفع الكوره خلى عمرو ناصر يجيب بلانتي. الولد بيتحرك، ما تلعبش اهم احمد شريف. انت نزلت النهارده مكانه الولد عبد الحميد مقالي تمام، كويس. هو مش على عدلته بس كويس تمام. لعب اي حد يا عم من الناصر ماهر هناك، عايز اكتر من كده؟ ما تلعبش ادم كايد، لعبوا 10 يا عم. عايز تلعب الاثنين مع بعض ادم كايد وناصر ماهر، لاعب ناصر ماهر عشان حريف شويه عنه، لعبه هاف ولعب ادم كايد 10. هو اصلا جاي لك 10 وفرجنا عليه 10، نفسي اشوفه بيلعب 10. عايز اعرف ده بيعرف يلعب بجد ولا لا، انا مش مقتنع بيه لحد دلوقتي ادم كايد ده خالص. وبعدين بص بقى ادم كايد هنا اللي هو الوينج الشمال، وبص ادم، وبص قصدي بزيرة اللي هو ناحيه اليمين. بص بقى يا معلم، مريح عمر جابر، التاني مريح عمر جابر وبيرجع بيدافع معاه وبياخد الكرة من تحت وبيطلع بيها وبيخش لك في نص الملعب وبيطلع هنا وبياخد ال1 2 وبيدمر جوه ال 18 وبيلم وبيروح وبيشوط وبيطلع سرعات وبيرفع وبيعمل كل حاجه حرفيا بيعملها. التاني مموت بنتايج، مموت حرفيا بنتايج. هو عمال ياخد الكرة يرجع بيها لورا تتقطع منه يرجع هوبا، ما يرجعش مع بنتايج خالص. بنتايج يطلع بقى عينه ويفضل يروح ويجي يروح ويجي، ما بيعملش حاجه حرفيا، ما بيعملش حاجه خالص. بنتايج طلع عينه اقسم بالله طلع عينه. اللي هو حسام عبد المجيد النهارده مميل اصلا ناحيه بنتايج، كان بنتايج النهارده مات. وبعدين ايه ده، هو انا قال لك عليه ده هموم، قال لك عليه ده هموم هناك اصلا علشان هو قطع خلاص، قطع المدرب بتاعهم ده قطع اللي هو بنتايج اصلا، ما فيش حد بيرجع معاه. يعني بنتايج بيبقى لوحده في الحته دي، ادم كايد ما بيرجعش خالص. الدباغ يا جدعان صعب الدباغ صعب قوي اقسم بالله، صعب وتعبني وتعب اعصابي ويعني بجد. انا ناصر منسي عندك اللي هو عمرو ناصر ده موجود. عمرو ناصر لما نزل جاب كوره بدماغه. عندك عمل بيلن. لا كويس عمرو ناصر تمام. عندك احمد شريف الولد هيجي منه والله. العيال دي قلبها عايزه تثبت نفسها. يعني الحمد لله على المكسب، والحمد لله على الثلاثة بونت والصدارة كده، صدارة الدوري. وربنا يسهل في الماتشات الجاية. برضو كلمتين على المصري، انت المصري فرقة كويسة جدا ما تستهونش بيها خالص. عمر الساعي لما نزل احنا كلنا حطينا ايدينا على قلبنا الصراحة. الولا مع المصري ده عامل موسم خرافي، موسم حرفيا خرافي هو ودغموم. معلش بس يعني منتوشة شبه دي تبقى منتوشة جامدة، منتوشة ليها جماهيرية، جمهور المصري على جمهور الزمالك، منتوشة جماهيرية جدا. لازم حكم عنده شخصية يا جدعان، لازم حكم عنده شخصية. دغموم ده يتطرد من بدري، دغموم يتطرد من بدري. وباهر المحمدي اللي اعترضته له عمال يعترضها ومفيش انذار، واحد واحد ربنا. و عشان تلعب بيلن اخر فيها بتاع 3 4 دقايق، حكم لو عنده شخصيه كان وقف الماتش واللي يتكلم معاه انذار في انذار التاني. محدش هيتكلم معاه خالص، لازم فين شخصيتك، فين شخصيه الحكم يعني.
الله يعيننا والله العظيم على الحكام بتاع الدوري السنه دي. والحمد لله على التلاتة بونت تاني وتالت ورابع يعني والله. يلا الحمد لله.